ازيكم عاملين ايه؟ الحلقه دي احتمال تزعل بنات كتير قوي مني. في الفتره الاخيره انتشرت كلمه strong independent woman، والكلمه دي عامله مشاكل كتير قوي لان البنات فاهمينها غلط جدا. معنى الجمله دي المراه القويه المستقله، والمصطلح ده اصبح في الفتره دي رمز لكل ست بتقدر تعمل كل حاجه لوحدها من غير مساعده من اي حد. طب يا ترى حد فيكم سأل نفسه ايه الثمن النفسي والجسدي اللي الست دي بتدفعه؟ الحاجة الأكيدة ان الجملة دي خلت الست تقدر تتحدى نفسها وتعمل حاجات كتير وتحقق انجازات كبيرة جدا، وخرجت عن الدور التقليدي ودخلت في الحاجات اللي بس كانت منحصرة للرجالة فقط. لكن في سؤال هنا، هل القوة والاستقلالية المطلقة دي ده اللي بتحتاجه كل ست؟ في كتير قوي من الستات اكتشفوا الجانب المظلم للمصطلح ده، وان المصطلح ده اتقلب بدل ما يكون مصدر قوة للست اصبح مصدر عبء عليها. وطبعا علشان هي اسمها قوية ومستقلة اتخلت عن طلب المساعدة وبقت مضطرة تتحمل كل الضغوطات دي لوحدها من غير دعم ولا عون. ده طبعا اثر عليها مع اسرتها وفي بيتها، واثر على صحتها الجسدية والنفسية. الجملة دي كانت سبب في تفكك علاقات كتيرة جدا، لان الست وصلت لمرحلة ان هي بقت شايفة ان هي مش محتاجة حد في حياتها، وان طلب المساعدة ده ضعف. وفي كتير قوي حياتهم وعلاقاتهم باظت لان هم وصلوا لمرحله انهم اختاروا الاستقلال على حساب الدعم والعاطفه. لا، وكمان الموضوع ما بيوصلش لحد هنا، الموضوع بيوصل لامراض نفسيه كتيره جدا زي الاكتئاب والارق والقلق والاحساس بالعزله. وده نتيجه لايه؟ لان المصطلح ده قال لهم ان الضعف غير مقبول، فبيفضلوا عايشين تحت ضغط وبيحسوا بالذنب لو حسوا بالتعب او الارهاق اللي هو اصلا المفروض الانسان الطبيعي بيحس بيه، وده بيكبر المشاكل النفسيه دي. وكمان في بنات وستات كتير قوي فقدوا القدره على التعبير عن مشاعرهم عشان طبعا خايفين لا يتقال عليهم ان هم ضعفاء، فمع الوقت حصل لهم كبت في المشاعر، وده زي ما قلنا قبل كده ان هو بيهدد الصحه النفسيه. في الحقيقة القوة الحقيقية مش في الاستقلالية المطلقة دي، القوة بتيجي من القدرة على الاعتراف بان انا محتاج، انا دلوقتي محتاج حاجة فانا بعترف ان انا محتاجها، انا تعبان فانا بقول اني تعبان، بقول ان انا مرهق، بقول ان انا محتاجة ارتاح. مش عيب انك تحسي بالضعف، مش عيب انك تطلبي المساعدة، مش عيب انك تطلبي الدعم من اي حد. في الواقع انت انسانة ودي مشاعر طبيعية جدا ربنا خلقك بيها. لكن الضغط المستمر اللي انت حاطة نفسك دايما فيه علشان انت شايفة ان انا strong independent woman ده هيدمر حياتك وهيدمر نفسيتك لو ما قدرتيش توازني بين طموحك وبين بيتك وبين طبعا صحتك النفسيه. في الاخر حابه اقول ان انا هنا مش بقول ان انت تنسي حياتك وتنسي طموحاتك وتنسي نفسك، لا، اعملي اللي انت عايزاه، اوصلي، اشتغلي، شوفي دنيتك، بس في نفس الوقت ما تضغطيش على نفسك عشان انت عايشه مع الوهم بتاع ان انا سترونج جدا ومحدش هيقدر يعمل اللي انا بعمله، او انا جامده جدا وبطير في الجو ومش محتاجه مساعده من حد. لا، في الواقع كلنا بنحتاج مساعده، كلنا بنتعب، كلنا بنحتاج ان يبقى في حد جنبنا يدعمنا. ما تفككوش حياتكم واسركم علشان انتوا عايشين مع وهم السترونج دي. انت خليكي قويه ان انت تقدري تشيلي نفسك، تقدري تعيشي مع اسرتك، وتقدري ان انت تديهم الدعم اللي هم محتاجينه، وفي نفس الوقت انت وقت ما بتحتاجي الدعم ده بتلاقيه. في بنات كتير قوي بتهد حياتها وبتهد اسرتها علشان انا زي الراجل وانا بعمل مش عارف ايه وانا وانت زي بعض واحنا متساويين وانت مالكش حكم عليا. لا، انت ليكي دورك وهو ليه دوره، فما تعيشيش ورا الوهم اللي الناس ابتدعوه ده، وشوفي حياتك. انت انسانه ومشاعر الضعف اللي بتحسيها دي مشاعر طبيعيه جدا ربنا خلقك بيها. ففي النهايه حابه اقولك ان لازم توازني بين طموحاتك وحياتك في البيت، وكونك انثى لازم تهتمي بنفسك ولازم تبقي من جوه اصلا نفسيا مرتاحه علشان تقدري تدي الدعم المناسب لاسرتك. واتمنى تكون الحلقه دي عجبتكم، واستنونا في اللي جاي. سلام.